بمشهد هدف مارادونا في مرمى انجلترا في نهائيات كأس العالم 86 بالصورة الحاضرة هنا في ملعب الاتحاد. هكذا تبدأ مباريات كرة القدم خلال اليومين الماضيين لتعلن نهاية حقبة، لتعلن نهاية متعة، لتعلن نهاية أسطورة حدادا حل. ويبقى من يبقى لتستمر كرة القدم في المدرب غوارديولا بإجلاس رحيم على مقاعد كيل ووكر، وفي الجهات اليسرى بنجامين ميندي، كيفن دي بروين وغوندوغان كالثلاثي، جابرييل جيسوس، رياض محرز، دي بروين محرز يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء. حاولت الماضية لتعود الكرة من جديد بأقدام الدول المواجهة، لكن باب التفاعل مفتوح بالنسبة لجميع خصوصا هنا في ملعب الاتحاد. ننتظر بالعلامة الكاملة بعد العودة بانتصار بياسات الدوري. كرة بمحاولة ملعوبة أمامية وتسديدة تأتي في بطولة الدوري. محرز الآن بياسسته، يعود دي بروين لممارسة هوايته المعتادة وبأقدام من لا يقبل إلا الهدايا المميزة. يسجل رياض ويتقدم لمصلحة أصحاب الدار مبكرا في شوط المباراة الأول وفي الدقيقة السادسة. هكذا تصدقت خلال المواجهات الأخيرة مرات الآخرين بعد ما استغل الآخرون تعثره في بأقدام تشي رودريغيز داخل منطقة الجزاء. أبعدت في التوقيت المناسب. مباريات على ملعبه في بطولة الدوري يبحث عن هدف. فاريل سيطر على كرة رياض محرز في لقطة 4 مرات متتالية، واللي هو رياض محرز الذي يسجل ايضا هو الاخر ثاني اهداف. بالتالي يستقبل هدف مبكر جدا، ينتظر في الجانب الخطا، يلعب كره بعد ذلك السيتيزن في الجهات اليمنى مره اخرى. السيتي دائما ما يسيطر وهذا امر ليس طريقي. كيفن دي بروين يبحث عن كره عرضيه، لكن ايضا دوري على المستوى التهديفي أهداف غزيرة خلال آخر 6 مباريات لم يستطع. في الجهات اليمنى الآن تصل إلى رياض محرز، رياض يبحث عن بروين إلى رياض داخل منطقة الجزاء، محاولة تسديد اصطدمت رياض، البحث عن التقدم من الجهات اليمنى باستمرارية اللعب لا وجود للخطأ. تحولت في الجانب المقابل في مواجهاته مع مانشستر سيتي، نجح في جدا جدا كاب مانشستر وايد. عرضية داخل منطقة الجزاء، تغطية من اتحاد، كرة داخل المنطقة، محرز 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 محرز، لا 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 لا، ابن الصحراء يتجلى في مانشستر وفي ملعب الاتحاد، يصنع الفارق من خلال الدقائق الأولى ويسجل ثنائيته الآن. يضع كرة في المرمى، هي من رمي التماس وصلت إلى محرز، مر كاي غوندوغان، لمسة تعود بعد ذلك في الثاني كان رقم 101 بالنسبة لرياض محرز بن العربي الكبير. يحرز كرة بمحاولة ملعوبة داخل المنطقة، حاول الدخول عرضية داخل منطقة الجزاء، راسية تأتي خطيرة، جول من مين عن طريق فيران توريس وأقنية لمصلحة مانشستر سيتي. وكأن حول ولا قوة يبحثون عن الخروج بأقل الأضرار من خلال العودة من منتصف الملعب. قالوا حدكم خط النقطة الجزاء، أبعدت عن طريق القائد، تحولت بعد ذلك يتقدم، يمر كرة أبعدت، لا زالت مستار لتايلور، عرضية من تايلور داخل منطقة الجزاء، راسية اليمنى رياض محرز. عن انطلاقة رياض غيبة في الجهات اليمنى الآن مرة أخرى إلى رياض محرز عن كرات يضيعها رحيم في مواجهات المرمى. كرة بمحاولة وهدف ثالث. الله 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 الله. وبالقدم اليسرى ماندي وبصناعة جديدة تأتي، يعود مرة أخرى دي بروين لتعود الحياة لمصلحة السيتيزن، يعود دي بروين لتعود الحياة في مانشستر بأكملها. هنا وصل ستستضيف الجماهير رياض محرز، بينما في الجانب المقابل الحارس الجديد بيكو وايت ماكنيل، كرة بمحاولة ملعوبة داخل منطقة الجزاء وتسديدة ركلة مرمى، تسديدة أخرى من بشكل أو تمريرة بشكل رائع جدا، وبينا ونسبة نجاح في التأهل
الى الدور الثاني. محاولة لمصلحة بيرنلي، عرضية داخل منطقة الجزاء، لعب كرة تجاوزت، نعم تجاوزت خط الملعب، وصلت الى ركلة ركنية، ملعوبة الركنية وبعد ما هو مطلوب اكبر من ذلك بحكم لاعب في ارضيه الميدان. ميدرسون قلت بان يعني شيء معتاد بالنسبه للعلاج الطبيعي للتاكد من حاله يولا بطل منافسات الابطال في مرتين، يعلم تماما بلقب هذه البطوله اي شيء اخر. كيفن دي بروين ارضيه الميدان الى ركله مرمى او الى خارج ارضيه الملعب، ركنيه لمصلحه مانشستر سيتي. هذه اليمنى الان فرناندينيو، عرضيه داخل منطقه الجزاء، وتحرز البحث عن العرضيه الان، عرضيه داخل منطقه الجزاء الراسيه تاتي. نصف نهائي مسابقات دوري الامم، كره الى ودع امام هامبورغ في ذلك العام، كره محاوله راسيه ابعدت في التوقيت، الكره داخل منطقه الجزاء، تصدي في المرمى ايدرسون بنسون من كيل ووكر، كيل داخل منطقه الجزاء، لمسه وتسديده الاسباني يسجل جولازو توريس يضع الكرة في المرمى ويعلن عن رابع الاهداف لمصلحة مانشستر سيتي. عن عرضية لكن الكرة بعد ذلك تحولت، عادت في التبديل، عرضية من في الفوت